لازم احب نفسي الاول، مش انا اللي جوايا ده هيطلع لازم على الناس. يعني احب نفسي بكل عيوبي سواء وحشه او كويسه. اتقبلها. اتقبلها. ده الحل. فتعالي الاول نتكلم عن المشكله. المشكله تنبع من الخوف. الخوف هو سيد المشاعر السالبه. الخوف هو اللي مخلينا مش عارفين نتعايش مع بعض في المجتمع. ممكن نقدر نقول كمان القلق بجانب الخوف. الخوف هو، لان ممكن الخوف يؤدي الى القلق. الخوف هو سيد المشاعر السالبه. الخوف يؤدي الى القلق. انا خايفه منك. ليه؟ خايفه لحسن تكوني احسن مني، او خايفه لو بقيتي مثلا في مكان هتضريني. طبقي كده كلمه خوف في الدنيا، في اي حاجه بتعدي فيها، في اي حاجه من اللي بنسميها ازمات. تعالي نمسك ازمه خاصه. واحد راجل بيحب، ودي ده على فكره ده مشهد متكرر بنشوفه كتير. واحد بيحب واحده قوي قوي، صحي تاني يوم الصبح قرر يسيبها. حاجه غريبه قوي. طب ده انت بتحبها ازاي؟ خايف لحبه يبقى هو اللي مسيطر عليه في حياته، فتصبح قراراته في ايدها مش في ايده. بس ده يعني برضه ضعف. يعني ممكن نقدر نقول عليه ضعف، مش يعني خوف، بجانب ان هو ممكن يبقى ضعف اكتر. مهما حاولنا نسميه هو في الاخر خوف. هو في الاخر خوف. واحده بتعمل مشاكل في مدير بيعمل مشاكل في العمل مع كل الناس وبيعامل الناس وحش ومكشر. تلاقي الموظفين يقولوا عليه ايه؟ ده كاره نفسه، عنده عقد، بيطلع عقده علينا. بالظبط. ليه؟ هو خايف لحسن ما يكونش كفء لهذه الوظيفه، او يكونوا الناس اللي تحت ايده احسن منه. يبقى سيد المشاعر السلبيه اللي بتؤدي الى الازمات هو الخوف. لو انا مش خايفه يبقى خلاص. طب ازاي ما اخافش؟ امتى ما اخافش؟ بس الخوف ده شعور طبيعي يعني، بس لما بيبقى زياده عن اللزوم بتهيألي هو ده اللي بيبقى ليه اثار جانبيه او اثار سلبيه. ازاي انا اخلي الخوف ده شعور طبيعي جوايا؟ لان اكيد اي بني ادم هيبقى عنده خوف. لا انا مش عايزه خالص الخوف يبقى احنا بندرس كشعور طبيعي. مش المفروض ان هو الخوف ده يبقى شعور طبيعي من اي شعور طبيعي يجي وتعرفي تمشيه، لكن مش شعور طبيعي يسيطر عليا ويسيطر عليكي وتستسلمي له. بندرس حاجه لطيفه قوي، وانا بدرس حاجه لطيفه قوي اسمها الطبقات السبعه للقلب. القلب فيه 7 طبقات، ده طب صيني قديم. منهم طبقه اسمها طبقه الشجاعه. لو انا جوايا حب يبقى قلبي كده مزهزه كده وصغير وحلو. عشان كده في ناس بنسميهم ايجلس، ما بيبانش عليهم السن. ليه؟ عشان قلبهم مصحصح ومليان حب. لما يبقى مليان حب، مع الحب بيجي الشجاعه. ودي بنشوفها فين؟ بنشوفها فطريا. الام اللي بتحب اولادها بتعمل ايه؟ تلاقيها داخله بصدرها كده تدافع عنه، او تلاقيها ضعيفه بس لما ابنها يعيا قدرت تشيله. ده جاي منين؟ من الحب. عشان الحب هو سيد المشاعر الايجابيه. لو انا بحب نفسي متقبلاها كما هي، عارفه ان انا ممكن يبقى فيها عيوب زي اي حد، او انا مش طالبه ان انا اكون احسن منك واحسن منها واحسن. انا متقبلاني كما انا، بحبني كما انا، بحجمي ده، بشكلي ده، بطريقتي دي. هبقى عندي حب لنفسي، هقدر احب واتقبل اي حد تاني. بالتالي الخوف مش هيعرف يدخل. بالتالي هقدر استعمل الشجاعه. الشجاعه مثلا ان انا اقول ايوه انا غلطت. الشجاعه ان انا حاجه اقوى، ان انا اقابل الوجع. ما هي الناس اصلها بتخاف تتوجع، فالناس تخاف تتوجع فتطلع تجري، او الناس تخاف تتوجع فتبقى عدوانيه، او الناس تخاف تتوجع فتبقى شرانيه، او بتاذي الاخر. انا بقف هنا واقول ما تزعلوش منهم يا حرام، خايفين. لو عرفوا يشيلوا الخوف من جواهم كل المشاكل هتتحل. يعني نقدر نقول دلوقتي هو الحب هو الاساس، ان هو كبدايه ان انا لازم احب نفسي. بس ازاي اقدر يعني برغم كل ده ازاي انا ممكن اتخلص من المشاعر السلبيه اللي جوايا، بغض النظر يعني باختلاف انواع المشاعر السلبيه، وخليني دايما افكر في المشاعر الايجابيه. ازاي اقدر اتوصل لكده؟ الحل البسيط جدا، وراجل اتكلم في الحكايه دي امريكاني اسمه جاري كريج، وعمل نظام كده بيطبقوه في المستشفيات بره، اسمه نظام في المستشفيات، بيطبقوه في المستشفيات، بينزلوا بيه الضغط، بيعدلوا بيه السكر. ما هو احنا لازم نقول برضو كاطباء، انا اساسا دكتوره، ازاي ان احنا كنا بنشوف في عمليه معينه الناس 2 عاملين نفس العمليه في نفس السن في نفس كل الظروف، واحد بيخف وواحد لا.
لازم تقولي بالحب، اقول لك اه بالحب. لو الشخص بيحب نفسه وبيحب الحياه مش عرضه قوي ان كل حاجه تكسره وكل حاجه تاثر فيه وكل حاجه تخليه يحس ان هو ضعيف، ايوه هيقدر يقوم وهيقدر يهم عشان بيحب الدنيا وعايز يكمل. وممكن فالحب برضو دايما اساس. وممكن برضو اللي حواليه بيساعدوه وبيحبوه هيزودوه بطاقه ايجابيه، لان حتى الواحد احيانا اللي حواليه بيأثروا عليه. يعني انا لو طاقتي سلبيه، ممكن لو قعدت مع حد طاقته ايجابيه ممكن اخد منه الطاقه الايجابيه دي والمشاعر الايجابيه، وتخليني في نفس الوقت اتغلب على يعني اي مشكله في حياتي وممكن او اي مشاعر لو اللي سلبيه. حواليكي أكيد. صعبان، انت صعبانه عليهم فبيقولوا لك يا حرام وتعبانه وخلي بالك، هتأثر تقعي واحس زياده، خلاص. تحسي انك انت نفسك صعبانه عليها. جاري كريج عمل ايه؟ عمل نظام تحليل العواطف. قال انه بالحب، لو انا بحب نفسي اللي هو الحب الاساسي لكل شيء، لو انا بحب نفسي مثلا كأم، انا بحب نفسي وبحب دوري في الحياه كأم، فمستعده اتعب، فعندي شجاعه اواجه الوجع. الوجع ان انا اقلق على ابني، الوجع ان انا ابني يزعلني، الوجع ان انا اتعب في البيت، الوجع ان انا ما عنديش خدمه، الوجع ان انا جوزي ضايقني، الوجع ان انا الحياه صعبه عليا. ما هو كل دي اوجاع محتاجه شجاعه علشان اقدر اواجهها. هي دي الازمات الصغيره اللي بتعدي علينا كل يوم. لو انا عندي خوف، هخاف من ان ابني يقلقني او يزعلني، هخاف ان جوزي يسيبني، هخاف ان ما يبقاش عندي فلوس. يبقى شفتي اساس كل الحاجات السلبه هو الخوف. بس احيانا احيانا الواحد من كتر ما هو شجاع وحتى عنده المشاعر الايجابيه والطاقه الايجابيه وشايل هو كل الحاجات دي، خلاص بيجيله وقت ان هو يقع، يعني مش قادر ان هو يشيل ولا يستحمل اكتر من كده. يعمل ايه في المرحله يجي دي؟ بقى هنا مكان ايه؟ الجسم روحاني. امم المهم كده واحدفه. مش في ربنا ان الله يدافع عن الذين امنوا؟ اذا امنتي ان هو موجود خلصنا. عشان كده الخوف هو ضعف فعلا، بس هو ضعف ايمان. يعني الجسم الروحاني اكتر بالايمان، متعلق بالايمان، متعلق بالايمان وتسليمي الامر لله طبعا. لله اللي خلقني، ان هو بيدافع عني، ان هو موجود جنبي، ان اكيد كل امر المؤمن خير. المؤمن اي حد امن، اي حد امن بالله سبحانه وتعالى ولجأ له خلصنا، هو هيدافع، كل امره خير. ده الروحاني. لكن ده كدح يومي، كل يوم الناس بتفكر في الحاجات دي وكل يوم الناس بتقع. بنقوم بسرعه قد ايه؟ بنختلف من شخص للتاني. كل حد عشان يقوم من الازمه اللي هو فيها بياخد وقت، يعتمد على طاقته الحيه. طاقته الحيه دي اللي هي محصله طاقاته الجسمانيه، العاطفيه، العقليه، الروحانيه. حد بيتصل قوي احسن من حد بيتصل بالله قوي، احسن من حد ما بيتصلش. حد بالظبط. بيفكر تفكير بيختلف ايجابي طبعا. احسن من حد بيفكر تفكير سلبي. ايوه انا عارف ان حظي وحش، ايوه انا عارفه اليوم ده مش فايت. اليوم اللي تقولي فيه اليوم ده مش فايت مش هيفوت. حد عنده طاقه ايجابيه عاطفيه قويه، بحب نفسي، يقولك مغرور. لا مش مغرور، الاناء ينضح بما فيه. بس ازاي بقى ما اوصلش جري لمرحله كريك، الغرور؟ جري لا. لا، لان الغرور، في ناس ممكن من كتر ما هي بتحب نفسها الغرور، هتوصل لمرحله الغرور. الغرور خوف. انا بنرجع مغرور. تاني برضو للخوف. هنرجع تاني للخوف. انا مغرور ليه؟ عشان خايفه تبقي احلى مني، او انجح مني، او احسن او مني. اغنى مني، طبعا. او اشيك مني. ده الغرور. عشان كده بنقول الحب هو الطاقه الايجابيه المتوازنه الوحيده. حب الله، حب الناس، حب النفس. الحب مفتاح وحل وطريق، واللي يختار طريقه يبقى الحب هو اللي كسبان. فالغرور خوف. تعالي نتكلم على جاري كريج بسرعه عشان نعلم الناس. جاري كريج قال انه نظام تحليل العواطف بسيط جدا. في نقط معينه في الجسم انا بخبط عليها، النقط دي متصله باعضاء داخليه، لان انا بخزن مشاعري السلبه في الاعضاء الداخليه. بخزن الحزن في الرئه، عشان كده لما بنبقى حزينه بنتنهد، ولو شفتي حد بيتنهد بتقولي له انت حزين من ايه؟ شايل الهم. شايل هم ليه؟ بخزن الخوف في الكلى، عشان كده لما بخاف شويه بروح الحمام كتير. والاطفال الصغيرين لو اتفرجوا على فيلم رعب وناموا بالليل ممكن يتبولوا لا اراديا. بخزن الغضب في الكبد، عشان كده احنا بنقول فقعت مرارتي، احنا عارفين ان الغضب بيتخزن في الكبد وهكذا. فنظام تحرير العواطف السالبه وبنحل مكانها الحب. واستعملوه في المستشفيات ونزلوا بيه الضغط وعدلوا بيه السكر وحسنوا الحاله الصحيه للمرضى. وقال ايه؟ هقول بسرعه عشان عايزه ادخل على الهوميوباثي. قال حتى لو، تعالي نختار ازمه، قولي ازمه بسيطه.
حتى لو ايه، اختاري ازمه بسيطه ممكن الازمات اللي احنا بنمر بيها اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، حتى لو المجتمع